ديال الياس فاش مشى باش يمثل الموقع، ما عندوش علاقه بما يكتب. هو مشى كيمثل الموقع، ما فخباروش نهائيا واش كاين خلاف او ما كاينش خلاف. يعني الا كان عنده هي مشكل معايا انا كشخص، يعني الولد ما دار لها حتى شي حاجه، هو جاي كيدير الخدمه ديالو غير معني نهائيا بهاد. اذا كان في حاله ما، الا كان هي بالنسبه لها كاين خلاف. باش نجاوب على السؤال ديالكم، بطمه ربما تعودت على انها كيكتبوا على دوك الصفحات وكي كيطلعوا ليها، كيطلعوها فوق العماريه وكيبقاو احسن صوت، احسن ما عرفت اشنو، احسن فنانه، اروع ما عرفت اشنو. حنا ماشي من هذاك النوعيه ديال الصحافه. حنا صحافه مهنيه، ملي كيكون عندنا الخبر تنكتبوه. شخصيا ما عنديش حتى شي خلاف او مشكل شخصي مع دنيا باطمه، وانا كنت كنعرف الصوت ديال دنيا باطمه ربما قبل ما تدوز في ارب ايدول، وكنت من اشد المدافعين على صوتها ملي كانت كدوز في استوديو دوزام، وكانت خرجت من استوديو دوزام وكنت كتبت. باقا تنعقل بانني كتبت في الصباح، ديك الساعه كنت في جريده الصباح، كتبت مقال قلت لهم البرنامج يخسر صوت من اقوى الاصوات، لان كانت خرجت قبل من 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 الفينال. قلت لهم البرنامج فقد صوت قوي ومهم، وكتبت عليه شي حاجه اللي هي مزيانه. ابخي منين مشات الارب ايدول كذلك ومثال، كنت دائما من المدافعات على الصوت ديالها، لان لا احد ينكر او يجادل في ان البنت صوت جميل جدا وقوي جدا، ولكن الصوت لا يكفي. صوتك احنا متفقين عليه، عندنا شبه اجماع، المغرب كامل عنده شبه اجماع، ولكن اخلاقك لا علاقه لها بهذاك الصوت. هاد السيده مازال ما فهمتش الفرق ما بين الصحافه المهنيه وما بين الصفحات ديال الانستغرام. الصحفي تيدير المهنه ديالو، خصك تحترميه. الا عندك مشكل مع القناه او مع الموقع او مع الجريده، حنا ما عندناش مشكل، حنا تنشتغلوا في اطار القانون وفي اطار الشفافيه والوضوح. كتبت عليك شي حاجه مثلا ماشي هي ما صحيحاش، كاين حق الرد. عمرها ما صيفطات حق الرد، عندك حق الرد، ندوزوه لك. ما عندنا حتى شي مشكل نهائيا. عندك الا ما دوزناش لك حق الرد، كاين المجلس، تقدري تمشي تشكينا عند المجلس، كاينه النقابه، كاين القضاء،